انا عنده سؤال. هو احنا ليه الناس الوحيده اللي هنا في الغربه بتتاجر على بعض؟ يعني دلوقتي انا شايف موضه كتيره او كترت قوي. واحد ياخد شقه عشان ربنا كرمه ومعاه ورق، فيقوم جايب الشقه مثلا ب 800 جنيه ايجارها، ويدفع لها فواتير ب 200 جنيه. يقوم حاطط لك فيها كام؟ 9 10 افراد، ويلم من كل واحد فيهم 200 جنيه. بعد كده 2000 جنيه عشان الافراد التانيه معاش ورق. يعني بيكسب من وراهم 1000 جنيه. الله اعلم حلال ولا حرام. تاني حاجه، يجي الشاب من دول معاه تجديد ورقه، فهو بيحتاج حاجه اسمها ريزيدنسا، محل اقامه. فيجي يطلبها من صاحب السكن. صاحب السكن يقول له ايه بقى؟ 1000 جنيه و1000 ونص عشان اعمل لك الريزيدنسا دي. طب ما انت كسبان من وراه طول السنه 1000 جنيه. لا، ياخد منه ويا ريت يعمل له. تاني حاجه، بيكون شغال مع واحد مصري، المفروض يعمل لك عقد شغل او كونترات دي لابورو، وانت جاي معاك تجديد ورق. تيجي تقول له يا معلم انا محتاج عقد شغل، يقول لك ادفع ضرايبك. هو المفروض يدفع لك ضرايبك اصلا. بنفشخ بعض.